فاضل أيام قليلة على حدوث ظاهرة طبيعية، وهي آخر ظاهرة طبيعية لعام 2024، وهي ظاهرة كسوف الشمس. والظاهرة دي حصلت في شهر أبريل 2024، وهتحصل يوم الأربع 2 أكتوبر عام 2024 بإذن الله. ويلا نتعرف مع بعض على معنى ظاهرة كسوف الشمس. تعتبر ظاهرة كسوف الشمس بتحصل لما يكون القمر محاق أو هلال، وبيكون القمر بين الشمس والأرض، وبيقع ظل القمر على الأرض، والقمر بيبقى سبب في منع وصول ضوء الشمس للأرض. ويلا نتعرف مع بعض على أنواع كسوف الشمس. كسوف كلي، وبيكون القمر بيغطي قرص الشمس كله، وبيحصل تقريبا كل 18 شهر. كسوف جزئي، بيحصل لما القمر يغطي جزء من الشمس. كسوف حلقي، بيكون القمر بعيد عن الأرض، وبيكون القطر الظاهري للقمر أصغر من قطر قرص الشمس، وبيتبقى جزء من الشمس وبيكون شبه الحلقة، ونقدر نشوف حلقة الشمس من 5 دقايق وبتوصل لحد 10 دقايق. ويعتبر كسوف الشمس اللي هيحصل يوم الأربع 2 أكتوبر عام 2024 بإذن الله هو النوع الثالث من أنواع الكسوف، وهو الكسوف الحلقي. ويعتبر كسوف الشمس الحلقي هو الكسوف الأخير في عام 2024. ويلا نعرف مع بعض توقيت ظاهرة الكسوف الحلقي. الكسوف الحلقي هيبدأ بالليل الساعة 7 إلا ربع لحد الساعة 12 إلا ربع بتوقيت موسكو، وهيكون زمن كسوف الشمس 5 ساعات تقريبا، وهتكون حلقة النار مرئية لمدة 7 دقايق و25 ثانية، وهيكون القمر قصاد قرص الشمس وفي حلقة من ضوء الشمس حوالين القمر. ويعتبر القمر هيغطي 93% من مركز الشمس. ويلا نعرف أماكن ظهور كسوف الشمس واضح. هتكون ظاهرة كسوف الشمس واضحة في المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى من المحيط الهادي، وهيكون واضح في تشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي وشمال نيوزيلندا. وهيكون الكسوف جزئي في أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، بس ظاهرة كسوف الشمس مش هتبان في مصر ولا في المناطق العربية. ويلا نعرف مع بعض أهم التحذيرات وقت ظاهرة الكسوف الحلقي. وقت ظاهرة الكسوف الحلقي لازم نلبس نظارات عليها فلاتر شمسية وتكون مصنوعة بطريقة معينة، وممكن نشتري نظارات الكسوف من أي موقع أونلاين. التأكد من نظارات الكسوف إنها كويسة وما فيهاش أي خدش. لو في أطفال هيشوفوا ظاهرة كسوف الشمس نتأكد إن هما لابسين نظارات الكسوف. بعد ظاهرة الكسوف نبعد النظر عن الشمس، وبعدها نشيل نظارة الكسوف عشان نتجنب النظر للشمس. بلاش نبص على ظاهرة كسوف الشمس من كاميرا الموبايل أو عدسات التصوير أو التلسكوب اللي ما فيهاش مرشح شمسي. بلاش لبس نظارات شمس عادية وقت ظاهرة الكسوف عشان بتكون غير آمنة وقت ظاهرة كسوف الشمس. لو محدش لبس نظارة كسوف الشمس هيسبب مخاطر على العين زي مشاكل في شبكية العين وفقدان الرؤية المركزية وتغير لون الرؤية. ويلا نعرف أهم فوائد ظاهرة كسوف الشمس. تأكيد لبداية ونهاية الشهور الهجرية أو الشهور القمرية عشان الظواهر الفلكية انعكاس واضح لحركة القمر حوالين الأرض وحركة الأرض حوالين الشمس. ظاهرة كسوف الشمس آية من آيات الله عشان بيساعد في زيادة الإيمان بالله ونقرب من ربنا أكتر. تعتبر ظاهرة كسوف الشمس مؤشر واضح على ولادة هلال جديد، وأنصحكم بصلاة ركعتين كسوف الشمس، ودي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتكون فيها قراءتين وركوعين وسجدتين. وأول ركعة نقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة، وبعدها نركع ونكبر ونقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة بس تكون أقل من الركعة الأولى، وبعدها نركع ونسجد سجدتين ونكرر ده في الركعة التانية. وأنصحكم وقت كسوف الشمس بالدعاء والتكبير والصدقة والاستغفار. وبكده نبقى عرفنا مع بعض توقيت ظاهرة الكسوف الحلقي وأهمية الكسوف الحلقي وتحذيرات مهمة وقت ظاهرة الكسوف الحلقي. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.